السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمينة عاش دوزام. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم راح تكون صابلي. ما كانش فينا اللي ما ديرش صابلي للعيد، وكامل نحبوا هذاك الصابلي الهشيش البنين اللي يجيدو في اليد قبل الفم ويحمر لنا وجهنا. اذا اليوم راح نشارك معكم وصفه هذا الصابلي اللي راه توندونس بطريقتي الخاصه اكيد. اذا كان تعقلوا على الصابلي اللي درته لكم من قبل وكامل جربتوه وعجبكم، هذا تاني نفس الشيء. يجي بزاف بنين كما قلت لكم، يحمر لكم وجهكم، ديروه وعينيكم مغمضين. اذا بلا ما نطول عليكم نمر مباشره للمقادير وطريقه التحضير. نتمنى لكم مشاهده ممتعه، ونرحب بكامل المشتركين والمشتركات الجدد، ونقول لكم مرحبا بكم مع اختكم امينه. ونشكر بزاف لهم يتفاعلوا مع وصفاتي ويخلوا لي تعليقات محفزه ويديروا لي ليجام. نقول لكم بارك الله فيكم، ان شاء الله ربي يحفظكم. وهكا ما بقى غير نقولوا بسم الله ونصلوا على الرسول. رايحين نحتاجوا للعجينه تاعنا. لهنا عندي 500 غرام تاع زبده طريه بدرجه حراره المطبخ. عندي 4 حبات بيض، مانيش راح نديهم كامل. عندي لهنا كاس تاع سكر رطب، كاس تاع مايزينا، عندي 5 مغارف كبار تاع كاكاو. عندي لهنا كاس غير ربع تاع كاوكاو محمص ومقلي، مغرف صغيره تاع لافاني، رشه تاع لا ليفور برك راح ندو ربع مغرف، ورشه تاع ملح. اذا اول حاجه نديروها نحطوا الزبده تاعنا ونزيدوا معاها السكر الرطب الناعم. رايحه نضيف معاها مباشره البيض. اسمعوا لي لهنا مليح واش رايحه نقول. شوفوا لهنا اذا كان بغيتوا الكاطو تاعكم يدير لكم كونتيتي كبيره، واش ديروا؟ ضيفوا نص كاس تاع زيت، وزيدوا ديروا باي اكزومبل ديروا 3 بيضات كاملين، وديروا 3 صفار. هنا رايح يقطع لكم كميه كبيره الصابلي تاعكم. تخلطوا بين الصفار والحبات كاملين. انا درت لهنا مباشره 3 حبات كاملين، مانيش رايحه ندير الصفار باسكو مانيش رايحه ندير الزيت. كما تعرفوا ديجا الصابلي غير تاع الزبده وحده يجي طري، وانا راني رايحه نزيد معاه المايزينا، تسمى رايح يجي في الفم. خلطوا مليح. تبغوا تخدموا بالبيتخان، تبغوا تخدموا هكا بيديكم كيما تبغوا. نزيد نضيف الكاوكاو اللي كنت قليته وطحنته مسبقا، ونبدا نخلط. كيما قلت لكم لازم تحصلوا على كريمه في الاخير. نزيد لافاني، نديرهم كاع على دفعه واحده. اذا كان تحبوا ديروهم كامل ديروهم كامل، خلوا غير لا ليفور مع التالي ديروا غير رشه خفيفه برك. علاش؟ باسكو لا ليفور كيما قلت لكم هي تخفف الصابلي، وبالصح تخسر الشكل. كي شغل الشكل هذاك لا فورم تروح لكم. نتوما واش ديروا غير هكا واحد ربع مغرف برك، باه تخفف لكم برك الصابلي. فهمتوا؟ ندير المايزينا تاعي ونبقى نخلط. لهنا نبقى غير ندخل فيها برك، ما نعجنش كيما راكم تشوفوا، ما لازمش تعجنوا. دخلوا بيديكم برك حتى اللي تحصلوا على هذه الكريمه، ومن بعد روحوا ضيفوا الفارينه تاعكم تدريجيا، وما تنشفوش الصابلي تاعكم، لازم تخلوها طري. دوك تشوفوا انا كيفاه نخليه. بزاف اللي يقولوا لي زعما كيفاه وكيفاه ينطبع لك وكاع، دوك تعرفوا كيفاه ينطبع. انا نخليه يتلاصق في اليد. بصح ما نديرش بابي كويسون ولا ندير ساشي، ولا واش ندير فارينه كيما راكم تشوفوا. نحط الصابلي تاعي ونحلو. لهنايا العجينه تاعي ما يشتبان لكم مليح باسكو فيها كاكاو، ما يشتبان بلي هكا راهي طريه بزاف. بصح كيما هكا كي تجو ترفدوها رايحه تغبنكم. شفتوا داك الصابلي كي تخلوها طري بزاف، كي تجو هكا ترفدوه ما طيقوش. هذه كيما هكا انا نخليها هكا العجينه تاعي، وندير الفارينه. شغل الفارينه تعاوني من تحت، ماشي كيما البابي كويسون ما طيقوش، لا فورم كاع تخسر. على داك ندير الفارينه، وحتى من الفوق نرش شويه تاع فارينه. بالك راكم تشوفوا راني رشه شويه تاع فارينه باهي تحليها هكا مليح. وندير السمك ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف، نديرو كيما كنتو تشوفوا. بون تاني نزيد نقول لكم، شفتوا هذا المول رايح يدير لكم تما بريسك حبه ونص من الطابع الاخر. يجي شويه يرفد هذا اوليو لي باي اكزومبل دير لكم 60 حبه رايح يدير لكم 50 حبه. بصح كيما شفتوا الشكل تاعو يجي بزاف راقي وشباب، ويزيد يعمر لكم البلا. اذا ما يهمش كيما قلت لكم، ما يهمش عليه يقطع باسكو يعمر. اوليو اللي تحطوا 10 حبات من الاخرين تحطوا 6 من هذا برك.
كيما راكم تشوفون بعد استعملت الكوبات، كنت الاولى نرفد بيديا برك، ومن بعد درت الكوبات باسكو كان بزاف طري. وهاي لكم صابلي تاعي بعد ما طبعته كامل. واش ندير؟ رايحه ندخلو للفوغ، ولازم ندخلو نعسو باسكو فيه الكاكاو برخف ينشف. بعد ما خرجت لي صابلي تاوعي وطيبتهم مليح، مانيش راح نحمرهم، قد لي ينشف برك ويطيب اكيد. ما تخلوش الحبات تاعكم خضره. وبعد ما يطيبوا كامل الحبات واش رايحه ندير؟ رايحه نوجد كريمه الزبده. رايحه ندير 150 غرام تاع زبده، وندير معاها 150 غرام تاع سكر ناعم. ودوك تشوفوا الاضافات واش ندير فيها. الكريمه هذيك تجيكم بنينه. دوك تشوفوا كما راكم تشوفوا في الميزان هنا ندير 150 غرام. رايحه نزيد سكر ناعم. اذا 150 300 غرام. ومن بعد رايحه نضيف حلوه الشام. شفتوا حلوه الشام رايحه تزيد تخفف لكم كريمه الزبده، تجي خفيفه بزاف، تعطيكم هكا قوام كريمي وشباب. بالعكس لو كان ديروا غير كريمه الزبده وحدها برك، واش رايح يحدث؟ تجيكم بزاف ثقيله. اذا رايحه هكا ندورها مليح، ومن بعد رايحه نزيد لها شوكولاته تاع الطلي. هذه راهي اختياريه اكيد، انا على جال اللون هذا ما كان. تبغوا تخلوها بيضه خلوها بيضه، انا باه تعطيني هذا اللون درت شوكولا. ومن بعد مباشره نروح للسق الحبات تاوعي. شوفوا اللي انا تحبوا تستعملوا لابوش استعملوها، انا صراحه ما نحبش نستعملها. مانيش عارفه علاه، والله مالغي عندي وكاع، بصح مانيش عارفه علاه ما نحبش نستعملها بزاف. تبان لي لا كريم قاع تلصق فيها تقعد فيها، بصح هي تبقى عمليه احسن. نتوما استعملوها ما ديروش كيفي. مانيش عارفه علاه نبغي نخدم هكا بيدي. المهم ومن بعد نروح هكا ندير في الوسط شويه كريمه البندق هذيك، اكيد راهي اختياريه. شفتوا بلا بيها ولا كريم تاعكم تجيكم بنيه. انا كي كانت عندي برك في الدار متوفره، كي كانت عندي متوفره درتها هكا في الوسط، درت هكا قيس نص مغرف ما با نص مغرف هكا غير شويه برك، باسكو كانت عندي في الدار. وكان ما كانش عندي راكم شفتوا في الصابلي تاعي الاول ما درت لا كريمه البندق لا والو، وجاكم غير بحلوه الشام وجاكم بزاف بنين. نلصقوا الحبات تاعنا ونقوها من الاطراف. لهنا كي تكونوا مقلقين باش تقلاصوها واش ديروا؟ بعد ما تسقموا الحبات تاعكم دخلوهم في الكونجيلاتور شغل هكا يبردوا. هذيك لا كريم تقدر بروحها تمتم باه تساعدكم في الكلاصاج. صراحه انني ما دخلتهاش. كي ما جيت نكمل هذوك الحبات الكريمه كانت شدت روحها مليح. ومن بعد جبت الشوكولا تاعي دوبت، هزت لها واحد زوج مغارف تاع زيت، وبديت نكلاصي في حبات الصابلي تاعي. شوفوا لهنايا نعطيكم نصيحه، اما ديروا بابي كويسون اما ديروا كيس بلاستيكي باه ما تلصق لكمش في البلا. واذا كان لصقت لكم واش ديروا؟ ما تكسروش الحبات تاعكم. هذاك البلا عاودوا حطوه فوق النار، شغل بلا كي تحطوه فوق النار هذيك الشوكولا رايحه شغل هكا تذوب شويه، تسمى بلا ما تفرصوا على الحبه بلا ما تكسروها. هذه ثاني اسيوس مليحه كيما نتعلم كيما نعلمكم انا تاني. ونقلاصيها لهنا كيما كنتو تشوفوا. درت اني خلطت، درت شويه تاع بابي كويسون، بعد درت ساشي في البلا اللي مرغى درت ساشي. هما للزوج عندهم نفس النتيجه. والمول ومن بعد واش درت لهنايا؟ درت شويه تاع شوكولا دوبتها، هذه للتزيين اكيد. ماذا بيكم هادو توجدوهم من قبل شغل كي طيبيها وكي مذوبه الشوكولا تاعك مره على مره ديريها ودخليها في الثلاجه باه ما تديلكش الوقت وهي راهي تمتم. وتاني نصيحه واحده اخرى، واش ديري كونجيلاتور تاعك باه ما يفسدش وهذوك اللي جوان تاعه يروحوا كي تقعدي تدخلي وتخرجي هكا في الحبات تاعك. خلي الكونجيلاتور تاعك هكاك شغل غير رديه برك باسكو الشوكولا برخف تجمد برخف، تقعديش تحلي وتبلعي فيه. انايا هكا درت، وفي الاولى استعملت غير هذا النوع برك، ومن بعد قلت عليها عليا نستعمل هذا واللي حداه. زماني درت زوج انواع. دوك تشوفوا هاو النوع الثاني راه يبان معاكم.
و entre temps كي تكونوا هكا ديروا في الشوكولا تاعكم وكاع باش تربحوا الوقت، جيبوا ناكري تاعكم ديروا له اما هذاك البرودوي تاعه اما الماء. انا صراحه نخدم غير بالماء، كاين بزاف اللي يقول لك كيفاه الماء يخرج لك، النتيجه راهي تبان امامكم. ما تكثروش برك الماء، هذا ما كان جوست هكا كي تولي لكم هكا اون بات خفيفه حبسوا الماء تاعكم. اذا انا واش درت لهنا، درت الجوانب فقط، وثاني رشيت الحبات تاع الصابلي تاعي في في الجوانب عفوا، درت هكا في الجوانب شويه تاع ناكري. تحبوا ديروها تحبوا ما ديروش، باسكو من بعد ما مش راح يبانوا في الكيسات كي الكيسات هكا يطلعوا. ولصقتهم بشويه تاع شوكولا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد درتهم في الكيسات. والصابلي تاعي راهو واجد، وهي لكم النتيجه راها امامكم. دوك نقسم معاكم الحبات وتشوفوا كيفاه جاو في الوسط. صابلي صراحه هذا يجي بزاف راقي، وتاني يجي بزاف هكا بنين، يحمر الوجه. كيما راكم تشوفوا الحبه كيفاه راهي هشيشه، راهي زعما ما شاء الله. هذا صابلي ما كاش لي ضايقه وما عجبهش. شوفوا هذيك لاكريم هكا في الوسط. صراحه هذا الصابلي كل حاجه فيه طريه، سواء من لابات سواء من لاكريم، يجي يدوب في اليد قبل الفم كيما قلت لكم. زيد نقسم معكم غير الحبه هذه الثانيه برك، الاولى كليتها. دوك تشوفوا الثانيه، شوفوا معايا كيفاه القوام تاعه يجي خفيف. وما نحكي لكمش على الحبه كيفاه خفيفه، تجي بزاف خفيفه، روعه. الصوره راها تعبر على نفسها. اذا انا هكا وصلت لنهايه الفيديو. نقول لكم ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم. نقول لكم نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات ايضا جديده واللي تحبوها كامل ان شاء الله. وما بقى لي هكا غير نقول لكم ان شاء الله كامل نلقاكم بصحه وعافيه. سلام.